كل ما ادخل على فيديو وبسكرول على الانستا او الفيس او التيك توك الاقي فيديوهات من نوع التحفيز، اللي هو بتلاقيه يقعد يقول لك قوم اشتغل، انت كيف قاعد 24 ساعة ما تخش الحمام ما تاكلش ما تشربش؟ طب انا عايز اسأل سؤال، النوع ده من التحفيز انت كده بتشجعني ولا بتضغطني؟ ده سؤال للناس اللي بتعمل محتوى تحفيزي. ده اولا يا جماعة، انا مش ضد التحفيز، بالعكس كل واحد مني محتاج كلمة شجعه، لكن انا بس معترض او المشكلة في ان اللي بيقدم المحتوى انت بتقدمه على اساس اني انا زيك او انت زيي، فلازم يكون في تقدير للظروف. يعني بيقعد يكلمك كأنك معاك معدات احترافية زيه زيك مثلا، يكلمك كأنك معاك نفس الوقت ونفس الامكانيات، وده مش حقيقي، لان في ناس معاش معدات، وفي ناس تعبانة نفسيا مضغوطة، وفي ناس بتجري اليوم كله. فتخيل الناس دي بتفتح التليفون زي اي انسان طبيعي، يتصدم بفيديو تحفيزي يخليه ينهار او يخلي نفسيته في الارض. فتيجي تسمع طبعا انت فاشل، انت ما اشتغلتش، انت ما عملتش، انت سنك 28 21 وما بدأتش ما عملتش حاجة، المفروض تبقى مليونير من سن 19 من سن 18. انا ده بصنفه من وجهة نظري، يعني ده بسميه جلد للذات. تمام، انا بسميه جلد للذات. اصل مش كل واحد يتكلم عن نجاح فاهم طريقك، لانك انت لك طريق وهو لك طريق. يعني سبحان الله، امال ليه احنا مؤمنين بالقضاء والقدر؟ يعني انت ممكن في يوم من الايام توصل للنجاح قبلي او انا اوصل للنجاح قبلك، فمش مقياس انك بدأت متأخر او بدأت الاول. ما هو معلش، مش كل النجاح يعرف ايه معنى انك تبدأ من الصفر. يعني كل واحد وليه حالة، وممكن يكون هو نجاح حقيقي بس مش مناسب ليك انت. كل واحد ليه نجاح مناسب ليه على حسب اللي مقدره لك ربنا. اصل ممكن تكون عاوز تبدأ وده مش عيب. يعني انا مثلا عايز ابدا بس مش دلوقتي، خلاص مش عيب، مش معناه ان انا فشلت. العيب الوحيد انك تصدق انك فاشل بمجرد انك شفت زميلك او شفت حد من صحابك او شفت حد فلونسر ناجح، تمام، بدأ قبلك ونجح. انت كده بتدمر مستقبلك حرفيا. انت ليك طريق وهو ليه طريق، لازم تحط 30 خط تحت الكلمة دي. لو انت بتتفرج علي وحاسس نفسك متأخر، انت مش متأخر ولا فشلت، ليك مدة معينة ربنا محددها للنجاح. انت هتنجح بس مش دلوقتي، او ممكن تنجح بكرة، ملهاش دعوة. مش بتسمع يا جماعة عن حالات مثلا، يعني ممكن واحد بتعرفوش اصلا بس اهو من يوم وليلة طلع خلاص؟ يعني ده هيكون مثلا ده نجاح؟ يعني هل يكون مثلا معاه 20 لغة مثلا؟ هل يكون بيعرف يتكلم احسن منك؟ هل يكون قدراته العقلية احسن منك؟ مش شرط. انا اعرف ناس متخلفة طبعا واخدة ترند، ما علينا من غير ذكر اسماء. وعدم الجاهزية ده مش كسل، انت انسان طبيعي. ما تصدقش اي حد يكلمك في تحفيز سلبي. انا بسميه تحفيز سلبي او تحفيز سام، ده بيضغطك نفسي لانك انت بتعرفش ظروفي. السلسلة دي اسمها كلام على بلاطة، من غير تنظير، من غير ما احسسك انك انت انسان قليل، بالعكس. طبعا لو الكلام ده لمسك اكتب لي رأيك في الكومنت، وقول لي ايه اكتر حاجة في الفيديوهات دي بالذات كانت بتضايقك.